النهارده معانا موضوعين مهمين. القصه الاولى اللي معانا هتبقى قصه مريم، ايه اللي حصل وايه الحكايه، ولقوها عايشه ولا ميته، وحكايه الفيديو اللي طالعه وهي عايشه من البحر. ده كله هنعرضه ونناقشه مع حضراتكم. وفي نفس الوقت في فيديو مهم برضو عن قصه الدائري بتاع المنوفيه، الدائري الاقليمي اللي راح فيه 19 بنت ماتوا. كان يا ترى الفيديو بتاع السواق وهو بيلف حشيش وهو ماشي هو السبب في الحادث ولا ايه الحكايه؟ وايه قصه الفيديو ده كله هنقوله لحضراتكم في حلقه جديده من اللغز مع يونس محمد. خلونا نبتدي مع بعض بالقصة القديمة عشان نقفلها ونبتدي بحكاية مريم بعد كده. القصة القديمة اللي معانا اللي ابتدت من يوم الجمعة اللي فاتت هي حكاية وفاة 19 بنت في من محافظة المنوفية أثناء سيرهم أو في طريقهم وهم رايحين لغيطان العنب عشان بيشتغلوا عمال باليومية. واستفدنا في الموضوع ده كتير، لكن كان خرج فيديو مهم قلب موازين القضية، وكل الناس بعد ما كانت متعاطفة وجهت أصابع الاتهام لسواق التويوتا أو سواق الميكروباص اللي كان راكبه البنات فيه. هو إيه الفيديو؟ تعالوا نشوف. بعد ما حضراتكم شفتوا الفيديو ده، سواق بيلف سجارة حشيش وهو ماشي في الطريق. بس السواق ده انا تشككت وقلت اكيد مش هو، بالرغم ان الناس عايزة تلبس الموضوع، ومش ناس بس، ده ناس معينة عايزة تثبت ان اللي غلطان هو السواق بتاع التويوتا، السواق الميكروباص اللي كان معاه 19 بنت، وسواق العربيه النقل اللي دخل فيه وكان ماشي عكس الاتجاه على الطريق الدائري الاقليمي. الدائري زي الفل، احنا ما عندناش مشكله، مش غلطتنا سواق يشرب مخدرات ويموت الناس، سواق يمشي عكس ويموت الناس، وده كلام المسؤولين. لكن الكلام المسؤول اللي احنا ندور ونبص ونشوف واتضح، عشان قبل ما نظلم حد نرفع الظلم عنه قبل ما الظلم يمسكه، وخصوصا لو هو في دار الحق واحنا في دار الباطل. يعني هو ميت مش عارف يدافع عن نفسه. الحكاية يا سادة ان الفيديو ده ملوش علاقة بالمنوفية، الفيديو اللي كل الناس بتشيره وبتقول ده شوف المخدرات هو بقى اللي عمل كده. لا، ده اصلا مش متصور في العربية اللي كان فيها 19 بنت. الفيديو ده خارج من عربية تانية فيها ركاب تانية، لكن فين؟ في صعيد مصر، في ملاوي. والفيديو منتشر بقاله تقريبا يوم، والأجهزة الأمنية قبضت على السواق. يعني ملوش علاقة بالمنوفية ولا حادث المنوفية ولا أي حاجة من دي، لكن الناس عايزة تلزق دي بدي عشان احنا الطرق زي الفل والمسؤولين زي الفل، والسبب الموت هو بقى اللي بيشرب مخدرات. سواق النقل اعترف اللي بيشرب مخدرات وماشي عكس الطريق، وعندنا سواق التويوتا اهو حد صوره وهو بيلف سجارة حشيش مخدرات برضه. عشان كده احنا الحمد لله قوي اللي احنا بنقدر نشغل عقولنا ونشغل تفكيرنا ونبحث وندور على الحقائق ونجيبها لحضراتكم وتشتركوا معانا في اثبات الحقيقة. اي واحد شافنا دلوقتي هيشترك معانا في رفع ظلم عن واحد ميت اتهموه باطل او عايزين يلفقوا له قصة بالباطل ان هو كان بيلف حشيش، فعشان كده ما خدش باله من الطريق، عشان كده لبس في العربية. نقطة ومن اول السطر، عشان كفاية احنا زهقنا وتعبنا، واهالي 19 بنت اللي ماتوا برضو تعبوا. سيبوهم في حالهم، ربنا يقويهم على اللي هم فيه ويصبرهم ويربط على قلوبهم.
خلونا بقى يعني في عجاله، ما رضيناش نضخم الموضوع ونفضل نتكلم واجيبكم يمين وشمال، لا كلمتين والقصه انتهت، عشان في قصه تانية، قصه مريم. مريم عشان تفهموا اللي هيتعرض في اللي جاي، من عائلة تونسية عايشة في فرنسا، جت من فرنسا تقضي اجازة الصيف في تونس. راحوا الشواطئ، وهم في الشاطئ بيحتفلوا والدنيا كويسة زي ما حضراتكم شايفين أسرتها. ده آخر فيديو لمريم. هم بيحتفلوا، الأم غفلت لحظة عن بنتها اللي كانت في العوامة، بنتها اللي هي مريم. العوامة ابتدت الموج يسحبها جوه جوه جوه، ولحظة الفرح اتحولت للحظات رعب، عشان مريم في لحظة بقت في عرض البحر، في أعماق البحر. مريم أهلها فضلوا يدوروا عليها على الشط في كل اتجاه، وهي كانت في عرض البحر جوه. خرجت طيارات تدور عليها، مفيش أي نتيجة. فضلوا يدوروا على مدار يوم كامل، واليوم التاني في نهايته لقوها في شاطئ بالقرب من بني خيار، ده في تونس. بتبعد 25 كيلو عن المكان اللي كانت فيه. طبعا ظهرت فيديوهات بيقولوا اللي لقوا مريم صاحية عايشة. الفيديوهات دي مش حقيقية. مش عارف احنا يعني انا وقت ما بصور الحلقة هينفع نحط الفيديوهات ولا لا. احنا يعني انا قلت لهم في الاعداد نحط الفيديو لحظة العثور عليها واستخراجها من البحر، فهل ده هينفع مع سياسات اليوتيوب ولا لا؟ بس اللي انا باكده لحضراتكم، تم العثور على مريم بعد 25 كيلو من المكان اللي كانت فيه بالقرب من بني خيار. اهلها استلموها جثة، اهلها في حالة صدمة حقيقية. قصة صعبة جدا. تعزينا لاخواتنا التونسيين، تعزينا لاخواتنا اللي فعلا لحظات السعادة والفرح اتقلبت للحظات صدمة ورعب وحزن. ربنا ما يغير علينا الحال، ربنا ما يفزعنا ولا يوجعنا، ويا رب يصبر اهلها واسرتها. لخصت لحضراتكم حكاية مريم اللي قصتها تعبت كتير ووجعت كتير، وانا من ضمن الناس اللي اول ما عرفت القصة اتألمت كتير. واخواتنا التونسيين بنقول لكم البقاء لله، ربنا يجعلها اخر الاحزان. اشوفكم على الف خير. السلام عليكم.